البارح كنت جالس في القهوة، سمعت واحد كيهضر مع صاحبه وكيقول راه خدام كان شقاه، ولكن الفلوس ما بقاتش كتكفي، بحال الا كتهرب. وقفاتني هاد الجملة حيت سمعتها قبل وسمعتها بزاف، وفاش كتسمعها بزاف كتعرف باللي راه ماشي صدفة. الناس خدامة، الناس كتفيق مع الفجر، الناس كتشد الطوبيس، كتسوق في الترافيك، كتصبر على المدير، كتصبر على الزبناء، ولكن النتيجة ضغط، ديون، وخوف دائم من آخر الشهر. والناس ديما كتقلب على السبب الساهل: الزمان تبدل، المعيشة غلات، الدخل ضعيف، الدولة، الحظ. ولكن خليني نقولها لك بصراحة، إلا بقى الإنسان كيقلب غير على الأعذار غيبقى ديما في بلاصتو. الحقيقة الموجعة هي أن أغلب الناس ما عندهمش مشكل في الدخل، عندهم مشكل في التعامل مع الفلوس. الفلوس ما كتضيعش فجأة، ما كتفيقش نهار وتلقى الحساب خاوي بلا سبب. الفلوس كتخرج بشوية بشوية، بحال الماء اللي كيسرب من ثقوب صغار وانت ما كتحش. قهوة اليوم بسيطة، طاكوس اليوم غير 40 درهم، اشتراك نسيتو عادي، خرجة بلا حساب مرة. ولكن المشكلة ماشي في مرة، المشكلة في مرة اللي ولات كل نهار. بزاف الناس كيقولوا هاد 20 درهم ما غادي دير والو، ولكن الحقيقة هاد 20 درهم هي بالضبط علاش ما كيبقى والو. العقلية السائدة هي عقلية دابا، غير دابا نعيش، غير دابا نفرح، غير دابا نصرف، ومن بعد الله كريم. ولكن الله كريم ماشي نظام مالي. السيستم اللي عايشين فيه مصمم باش يخليك تصرف. الإشهار، السوشيال ميديا، المقارنات. كتشوف الناس لابسين، راكبين، مسافرين، وكتحس براسك متأخر، وكتصرف باش تعوض هاد الإحساس. ولكن هاد الصرف ما كيجيبش الراحة، كيجيب حلقة مفرغة. كتصرف، كتفرح شوية، كترجع تقلق، كتصرف كتر، وكتدخل في سباق ما عندوش خط نهاية. واحد من أكبر الأكاذيب اللي صدقوها الناس هو أن الغنى كيبان. الحقيقة الغنى الحقيقي غالبا ما كيبانش. كاين ناس ساكنين في ديور كبار ولكن مرعوبين من أي طارئ. كاين ناس راكبين طوموبيلات فخمة ولكن عايشين من شهر لشهر. وكاين ناس بسطاء في المظهر ولكن مرتاحين داخليا وماليا. الفرق ماشي في الشكل، الفرق في النظام. خلينا نكون واضحين، الحرية المالية ما كتبداش بالملايين، كتبدأ نهار كتقول أنا خاصني نخلص راسي الأول. أغلب الناس كيخلصوا الجميع ويبقاو هما الآخرين. مول الكرا قبل، الدولة قبل، البنك قبل، الناس قبل، وراسك إلا بقى شي حاجة. ولكن فاش كدير هكا راك كتعلم عقلك انك ما مهمش، والعقل كيخدم بالإشارات. إلا عطيتيه إشارة انك آخر واحد غادي يتعامل معاك على هذا الأساس. القاعدة الذهبية اللي كتفرق بين اللي باغي يخرج واللي غادي يبقى هي خلص راسك الأول. ماشي حيت غني، ولكن باش تولي. نهار يدخل الراتب أول حاجة خاصها تخرج هي حقك انت، حتى إلا كان غير 10%، حتى إلا كان قليل. هاد الفلوس ماشي باش تصرفها وماشي باش تفاخر بها. هاد الفلوس هي وعد لراسك ديال المستقبل، وعد بأنك ما غاديش تبقى عبد للظروف. بزاف الناس كيقولوا ما نقدرش نوفر، ولكن الحقيقة إلا قدرتي تعيش ب100% غادي تقدر تعيش ب90%. الفرق ماشي في الواقع، الفرق في العقل. فاش كتحيد حقك من الأول عقلك كيتحول، كيبدا يسول كيفاش نقتصد، كيفاش نزيد الدخل، كيفاش نتصرف بذكاء.
أما إلا عطيتي الفلوس لكل شي وخليتي راسك، راك كتقول لعقلك أنا ما كنستاهلش. ومن هنا كيبان الفرق بين اللي كيبان غني واللي فعلا غني. الأول كيصرف باش يبان، الثاني كيخطط باش يبقى. الناس كتخاف من كلمة تخطيط، كيحسبوها حرمان، ولكن التخطيط هو الحرية المؤجلة باش تعيش بحرية دائمة. الحرية ما كتجيش من الصرف، كتجي من السيطرة على القرار، على الوقت وعلى الفلوس. واحد من أخطر الفخاخ هو العيش بلا صندوق طوارئ. أي مشكل بسيط كيقدر يدمر كل شيء، مرض، طرد، إصلاح مفاجئ، ومن تما كتطيح في الكريدي، ومن الكريدي للبنك، ومن البنك للضغط، وترجع للزيرو في نهار. صندوق الطوارئ ما كيخليكش غني، ولكن كيخليك ثابت. 3 حتى ل6 شهور ديال المصاريف الأساسية. هاد الشي هو الأرضية، ومن بعد الأرضية كيجي البناء. التوفير بوحدو ما كافيش، حيت كاين التضخم، شفار صامت كياكل من فلوسك كل عام. لهذا الفلوس خاصها تتحرك، ولكن بوعي. الاستثمار ماشي قمار، القمار هو الجهل. الاستثمار هو الفهم والصبر والوقت. الناس كيبغيو الضربة السريعة، ولكن الثروة ما كتجيش بالسرعة، كتجي بالتراكم. درهم فوق درهم، شهر فوق شهر، سنة فوق سنة. بحال كرة التلج، كتبدا صغيرة، ولكن مع الوقت كتولي جبل. وفي الأخير الفرق الحقيقي ماشي شحال دخلتي، الفرق شنو بنيتي. والسؤال اللي خاصك تسولو كل نهار ماشي شنو بغيت نشري، ولكن شنو بغيت نولي. إلا بغيتي تبقى تبان غني، راك غادي تبقى فقير. وإلا قبلتي تبان عادي ولكن تبني، راك غادي توصل. الفلوس لعبة، واللعبة عندها قواعد، إما تتعلمها أو تبقى ضحية. وشكرا حيت سمعتي حتى للآخر. إلا هاد الكلام ضرب فيك، راك عارف علاش. دير لايك، كتب لينا رأيك، وخلي العائلة تكبر.